السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانين. كما راكم تشوفوا اليوم درت شوربه بيضاء على طريقه الشرق الجزائري. هذا النوع من الشوربه عندي بزاف ما درتهاش، يعني توحشتها صح. اليوم درتها وقلت علاه ما نشاركهاش معكم. نبداو على بركه الله، نبداو في المقادير. والوصفه تاعنا اليوم نحطوا الزيت. انا دايما سمن خلي اليوم نديرو زيت زيت نباتي. نحطوا فيها الدجاج من الأحسن تستعملي الصدر، بصح أنا لأنه الصدر مش متوفر استعملت الفخاط وبصلة متوسطة وشوية توم. الشوربة تاعنا نحتاجوا فيها فلفل أسود وملح فقط. الملح كيما قلت لكم كي نعودوا نقليو نزودوا شويه الملح، ومن بعد كي نمرقوا المرقه تاعنا دوك يروح. بصح في التقليه الدجاج تاعنا يتبنن بهذاك الملح وشويه معدنوس. ونخلي الدجاج تاعي نقص النار ونغطي عليه ونخليه حتى يستوي في التقليه. في طبق اخر نحضر شويه بصل معدنوس ملح وفلفل اكحل، نحط عليهم لحم مفروم، وفي اللحم المفروم تاعي نحط فيه حبه بيض. نخلط اللحم المفروم تاعي جيدا ونديرو كرات صغيره، كرات في قطر يعني 1.5 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا كرة صغيرة راها كي طيب زيد تنقص شوية على هاد لأنه الدهون تذوب. هكا أحسن في الشوربة، يعني ما تحتاجيش تقطعي كي تعودي تاكلي، هكا تجي قيس المغرف. يعني ننصحكم انكم ديروا الكرات صغيرة. كيما راكم تشوفوا الدجاج تاعي طاب غير في التقليه باش يجي بنين. ومن بعد نمرق انا المرقه تاعي ونخلي المرقه تغلي، غير تهز الغليه تبدا تغلي. نحط لها الكفته على الاول نخلي النار قاويه باش تتماسك ما تستحلش كيما هكا. ما نحركهاش بالمغرف، نحركها غير نحرك القدر فقط. ونحط شعريه ما تديش وقت، يعني كي طيب الكفته باش نحط انا شعريه، ديك الشعريه ما تديش وقت. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا صار جاهده. كيما راكم تشوفوا حبيبات اللحم المفروم الكفته، يعني قيس المغرف راها صح يعني بنانه. الشوربه هذه عندي مده طويله ما درتهاش، كي درتها اليوم سواء انا ولا اطفالي يحبوها بزاف. نتمنى انكم تجربوها، كيما نتمنى دعمكم للقناه لانه هذا يشجعني باش نستمر. الى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.